كان في شاب عايش في القرن اللي احنا فيه ده، وكان بيشتغل محاسب، وكان فرحان جدا بشغلته في بنك من البنوك، لأنه كان بيخلص في وقت معقول بالنسبة له، يعني على 2-3 الظهر، ويروح بسرعة ياكل لقمة وينزل خدمته. هو بيحب الخدمة جدا، تقريبا مكرس للخدمة، ففرحان بشغلته جدا اللي بتخلص في وقت محدد، يقدر بعديها يروح وينزل الخدمة كل يوم. لكن لأنه كان إنسان ملتزم، فإحدى أقسام البنك حبت تاخده عندها ويسيب القسم اللي بيروح الساعة 2-3 ده. وهو كان مستاء جدا، لأن الميعاد ده بالنسبة له مقدس، لأنه لازم ينزل الخدمة، ما يقدرش يعيش من غيرها. مش بس كده، القسم اللي كانوا عايزينه ياخدوه فيه ده، دول مجموعة من ناس، يعني زي ما المزمور بيقول لسان كاذب وغاش، ناس طرقهم ملتوية، وبيعملوا حاجة كده بايخة، إن هم يضيعوا وقت الصبح كله في أي كلام وما ينجزوش شغلهم، لكن يبتدوا بقى يشتغلوا من الساعة 2 لغاية 6-7 علشان تبقى اوفر تايم ويتحسب لهم وقت زيادة. حاجة كده غشة وكاذبة. لكن كان عينيهم على الموظف صاحبنا ده، لأنه كان إنسان أمين وبيشتغل بالتزام وبيشتغل شغل كتير، فكانوا عايزينه معاهم يريحهم وفي نفس الوقت يستفيدوا من خبرته وأمانته. أما هو فكان مشدود جدا، لأنه مش عايز يقعد وسط المجموعة المتعبة دي، والأكتر من كده إن هيخلوه يروح متأخر، لأن هو ده أسلوب ومنهج القسم بتاعهم. فيوم ما جه القرار ده كان مستاء جدا، وروح البيت وهو مغموم، ودخل على ربنا وقال له: يا رب انقذني من الضيقة دي، انت عارف اشتياق قلبي، انا عايز اكون ليك واخدمك يوميا، ما اقدرش اقعد في الشغل لغاية 7، انا لا عايز اوفر تايم ولا عايز فلوس ولا عايز شيء. الغريبة ان الكلام ده كان تقريبا في ستينات القرن اللي فات. تاني يوم على طول من صلاة هذا الانسان، يطلع قرار من الرئيس جمال عبد الناصر شخصيا إن ساعات العمل في البنوك لا تزيد عن الساعة 3 بعد الظهر. وهذا الإنسان يتعجب من عمل ربنا معاه. القصة دي حقيقية، لأن هذا الإنسان هو أبونا تدرس يعقوب،